الدستور ألزم جميع الوحدات والمؤسسات والشركات والمدارس ان هو يبقى معين حد عنده من ضمن الهيئة بتاعة التعليم او من ضمن الهيكل التنظيمي بتاع المدرسة، يكون متخصص في اجراءات السلامة والصحة المهنية. لان اجراءات السلامة والصحة المهنية بتبدأ منين؟ بتبدأ من الحمامات، البيئة بتاعة الحمام، النظافة بتاعة الحمام. الحمامات لابد ان هي المعيار بتاعها دلوقتي ان هي لازم الباب يفتح لبره ما يفتحش لجوه. ليه؟ لان لو حصل لولد ولا حاجه لا قدر الله اي حاجه داخل الحمام، يقدروا يفتحوا الحمام ما يفتحوهوش وعمالين بيزنقوه في حاجه هم مش عارفين مش شايفين ايه اللي بيحصل. يبدا يشوف الاجراءات بتاعه الكانتين، ايه هي المواد او ايه هي الاكل والشرب اللي المفروض الطلبه بيروحوا يشتروه من الكانتين عشان ياخد باله من كل الكلام ده. ياخد باله من كل الكلام ده. لو في مطعم في المدرسه، لان في مدارس بيبقى فيها مطاعم او فيها وجبات او حاجه، يبقى لازم يشرف على الوجبات ديت، يشوف تاريخ الانتهاء، يشوف تاريخ الصلاحيه،